امبارح حصلت مشكلة كبيرة جدا بعد الهواء بتاعنا في منطقة الموسكي، عشان كده احنا ما غطيناهاش امبارح. في شارع عبد العزيز امبارح كان في اطلاق نيران، مشاجرات ومعارك، يمكن ده الأقرب إلى الوصف. استمرت حوالي 4 ساعات زي ما انتم شايفين، بعد خلاف بين 2 من السماسرة على زباين من مكان ضرب المهابيل. هم أصحاب فيترينات، عشان الطرف الأول منع دخول زباين لفيترينة الطرف الثاني، وده تسبب في مشاجرة بينهم وبدأت معركة دامية. زي ما انتم شايفين مولوتوف استخدم، أسفرت عن إصابة 45 مواطن مع تحطم 5 محلات وسيارتين كانتا متوقفتان. السيارتين كانتا متوقفتين في مكان المشاجرة. المشكلة بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى استدعاء الطرفين لذويهما وأصدقائهما وعائلاتهما. ده جاب عيلته، ده جاب عيلته، ده جاب صحابه، ده جاب صحابه، أسلحة نارية، أسلحة بيضاء، مولوتوف، مشاجرة، انتقام، معركة. بالظبط ده اللي حصل. زي ما قلت لكم، المشاجرة تم استخدام فيها زجاجات مولوتوف زي ما احنا شفنا، أسلحة نارية. تم إطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش وبطريقة عشوائية على كل اللي كانوا متواجدين في الشارع. تدخلت قوات الأمن في محاولة عشان تفض المعركة الدامية. تعمل كوردونات أمنية على مداخل ومخارج منطقة الموسكي. المعركة الدامية أسفرت عن تحطيم 5 محلات بالشارع وسيارتين كانوا واقفين زي ما قلت لكم، وإصابة 45 شخص تم نقلهم لأقرب المستشفيات عشان تتلقى الإسعافات. احنا سجلنا شهادات، التقينا بشهود عيان نسمع منهم ايه اللي حصل. احنا سجلنا والتقينا ودلوقتي بيقوموا بتجهيز الشريط عشان نعرف من شهود العيان ايه اللي حصل في منطقة الموسكي في شارع عبد العزيز التي شهدت بالأمس زي ما قلت لكم اطلاق نيران واستخدام لزجاجات مولوتوف واسلحه ناريه مع اطلاق الاعيره الناريه. جاهزين ولا لسه يا عماد؟ مش جاهزين. طيب، رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسرعوا للشارع خلال المعركة. ضباط الشرطة الحقيقة أظهروا بسالة رائعة في تأدية واجبهم المهني. في كان هناك ضباط من اسم شرطة الموسكي وغيرهم تابعين لمديرية أمن القاهرة. الحقيقة يعني أبدوا الكثير من البسالة وقاموا بالسيطرة على الوضع. نشوف. في ناس جت من عابدين مع ناس جت من العتبة، سكاكين ومطاوي وسنج وضرب نار لحد الساعة 12 بالليل. الحكومة نزلت، كتر خيره إبراهيم بخيت مأمور اسم الموسكي، عمل اللي فيه الكفاية في قلب الشارع. قعد يضرب نار عشان يجريهم، مفيش فايدة. بقى هم يضربوا نار ويولعوا وكسروا عربيات وسرقوا محلات موبايلات. وعايز أقول لحضرتك من بعد العصر شارع عبد العزيز أكنه كحل. خناقه تقعد 8 ساعات، في شارع عبد العزيز، ومحلات السرق وبتارينة السرق والعربيات باظت ومش عارفين ناكل عيش. ده مكان تجاري وكل الناس دي حضرتك بترزق منه، ما ينفعش حضرتك يبقى فيه تجمهر بالطريقه دي. ناس معلش يمكن اقول لك في ناس ماضيه وصولات امانه هنا عشان تجيب فلوس تاكل منها عيش. واخد بال حضرتك؟ مكان تجاري زي دوت يتقفل من العصر حضرتك لغايه تاني يوم الصبح، ومحلات اتسرقت ومحلات اتبهدلت. لما هربوا من هنا دخلوا العطار، وقعوا الباترينا عندنا والاجهزه كلها بتاعت اتدست في الارض،
وانا مش عارف حق ازاي وادي للناس اجهزتها منين. اجهزتي واجهزه صيانه بتاعت الناس، تمام. اجهزه مش عارف مش عارف هجيب حسابها للناس منين. الاجهزه اتدغدغت في الارض، ما عادتش اجهزه. ده اللي حصل امبارح في شارع عبد العزيز في منطقة الموسكي، خناقة بين اتنين أدت إلى 45 مصاب وتبادل أسلحة، طبعا بالإضافة للخسائر الأخرى.